السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم راديو المستجدات. تابعوني حتى الاخر باش تستافدوا مزيان. وغير طلب صغير، ديروا لينا ابوني، فعلوا الجرس باش توصلكم جميع المستجدات وتكونوا ديما معنا في العائلة. شكرا بزاف على الدعم، ويلا نبداو. ملف التقاعد اللي كيشغل بال الملايين هو اللي غادي نناقشوه اليوم. والجديد هو تصريح الوزير المنتدب بالميزانية اللي جا في سياق المناقشة ديال القوانين المالية 2026. هذا المسؤول الحكومي اعترف بوضوح وصراحة أن المغاربة ما راضيينش على قيمة المعاشات اللي كيشدوها من بعد عمر ديال الخدمة، وهذه إشارة قوية للأزمة الحقيقية ديال المتقاعدين اللي كيعيشوا بمعاش محدود وهزيل ما كيكفيهم حتى المصاريف الضرورية اليومية وشراء الدواء. الأسباب ديال هاد الأزمة باينة وواضحة، كترجع لسنوات ديال سوء تدبير مالي وإداري واختلالات كبيرة وهيكلية في الصناديق ديال التقاعد. لذا الحكومة كتوعد بإصلاح جذري وشامل اللي كيرتكز على مبدأ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، والهدف ديالو هو توحيد الأنظمة. لكن خاصنا نعرفوا أن هذا الإصلاح غادي يواجه تحديات قوية، خصوصا مع مشكل التضخم اللي كياكل القيمة ديال المعاشات ومعادلة تزايد المتقاعدين وقلة المساهمين، مع أهمية نقطة العدل في احتساب سنوات الخدمة والمساواة في الحقوق بين المدنيين والعسكريين. التقاعد في المغرب قصة مؤلمة بامتياز، حيث الموظف كيعطي عمره كامل 30 أو 40 سنة ديال الخدمة والعطاء، وهو كيحلم بداك النهار اللي غادي يخرج فيه باش يرتاح ويهتم بصلاته وحياته الهادئة، والشعار ديالو هو غادي نمشي نرتاح، ولكن للأسف الواقع كيكون صادم جدا. من بعد هاد السنين ديال الكد كيتفاجأ المتقاعد بمعاش هزيل ما يكفيه لا باش يكري دار ولا باش يشري أبسط الحاجيات الأساسية، ناهيك على المصاريف ديال الدواء والعراجات اللي كتولي هي الأساس مع التقدم في السن، وهاد المعاشات المحدودة كتولي خناق على عنقه. هذا الوضع المأساوي هو اللي خلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يخرج باعتراف صريح بأن الأغلبية الساحقة غير راضية نهائيا على الوضعية ديال المعاشات في القطاعين العام والخاص، باستثناء فئة قليلة محظوظة كانت بأجور مرتفعة أو مدراء قدروا يديروا مشاريعهم الخاصة. أما الأغلبية اللي خدمت بالكد فراه كتعيش اليوم وضعا مزريا. هادشي اللي وصلنا ليه راه ماشي صدفة، نظام التقاعد ديالنا مريض باختلالات قديمة. المشكل الكبير هو التخربيق في التسيير، الصناديق كانت كتعمر بالفلوس ديالنا، ولكن هاد الفلوس كانت كتدور في بلايص ما فيهاش الربح، كتدخل في استثمارات ضعيفة أو كديها الدولة وتخدم بها فابور. داكشي علاش ديما كيقولوا لينا راه ما كاينش موظفين بزاف، ولكن الحقيقة هي أن الفلوس تسيرات بطريقة خايبة. دابا الحكومة كتقول عارفين وموالفين وبدات تخدم بجد باش تحل هاد الشيء. الوزير حلف قدام البرلمان باللي كاين خدمة صحيحة. السؤال المطروح هو واش غادي نشوفوا الحل ولا غير غادي نسمعوا الوعود الكاذبة اللي شبعنا منها؟ حالياً التركيز كاين على الإصلاح الشامل اللي كتهضر عليه الحكومة لنظام التقاعد. هذا الإصلاح ماشي غير ترقيع، بل هو محاولة لتحسين حقيقي للمستوى المعيشي ديال المتقاعدين، وهو كيرتكز على مبادئ العدالة المالية والاستدامة طويلة الأمد للصناديق. داكشي علاش كاين تنسيق مستمر ومهم مع كل الأطراف المعنية، الوزارات، النقابات والصناديق. هذا التنسيق ضروري باش تكون القرارات صائبة. ومن أهم المحاور المطروحة هو توحيد جميع الصناديق في نظام واحد، وهذا التوحيد هو اللي غادي يقدر يجلب معاه المساواة في طريقة الاحتساب ومراجعة جادة سن التقاعد وطريقة المساهمات. وهذه الخطوة هي اللي كتعطي انطباع باللي النية ديال الإصلاح كاينة بجد. الصناديق ديال التقاعد في خطر بسبب تحديات تتحمل الحكومة مسؤوليتها. أولاً المشكل الديموغرافي، حيث يزداد المتقاعدون وينقص المساهمون النشطاء بسبب ضعف التوظيف الحكومي. ثانياً الأجور المحدودة اللي كتمنحها الحكومة تؤدي إلى ضعف المعاشات.
وثالثاً، التضخم والغلاء هو الخناق الحقيقي، حيث لا تتم إضافة نسبة التضخم السنوية 4-5% بشكل دوري للمعاشات، مما يتسبب في تآكل قيمتها الشرائية باستمرار. لذا يجب أن يركز الإصلاح على زيادة ملموسة وفورية في المعاشات، مراجعة الحد الأدنى للتقاعد، وتحسين الخدمات الصحية كأولوية. النقطة الأساسية اليوم هي مقاييس العدالة في احتساب سنوات الخدمة. واش من المعقول نسويو بين الموظف المدني اللي كيخدم بسوايع محددة وفي مكتب مريح وعنده عطلة أسبوعية، وبين المتقاعد العسكري اللي كيخدم طيلة الأسبوع وفي أي وقت وكيواجه الموت في الصحراء ومناطق النزاع؟ أكيد لا، كاين فرق كبير في التضحية والجهد. اللي خدم 30 عام في العسكر راه خدم ما يفوق 90 عام بالسوايع والجهد. كاين دابا تطبيق احتساب العام بعامين غير على العسكريين اللي خدموا في إفريقيا، ولكن المطالبة هي أن هذا الاحتساب يتطبق على كل العسكريين اللي تحملوا ظروف قاسية، وخصهم يرفعوا التثقيف ديال المدة اللي كتحسب ليه من 40 سنة حتى ل 50 سنة باش تكون المعاشات كتناسب التضحيات ديالهم، وهذا الشيء خاصو يكون ضمن الإصلاح الشامل. دابا خصنا نسولو السؤال ديال بصح، واش هاد الحكومة غادي تقد تطبق هاد الإصلاحات ولا لا؟ راه شحال من وعود سمعنا وهي كتبقى غير هضرة. الحلول بغات فلوس وتنظيم، ولكن القدرة كاينة. شوفوا غير الملاعب ديال الكرة الكبيرة اللي تبنات في مدة قصيرة وبميزانية خيالية. هاد الإنجازات كتقولنا باللي الإرادة هي اللي خصها تحضر. وبما أن اللي مكلف بهادشي هو نفس الوزير اللي نجح في ملف الرياضة، فراه الجدية ممكنة. الوزير أكد باللي عازمين، ولكن بغينا نشوفوا هاد العزيمة في الميدان، حيث إصلاح التقاعد راه ماشي لعب، هو مسألة كرامة الملايين. في الأخير الاعتراف ديال الوزير هو صافرة الإنذار، وحنا كنتسناو الفعل. شنو كيبان لكم؟ واش هاد المرة غادي يصدقوا ويكون الإصلاح منصف وعادل، ولا غادي نضحكوا على راسنا ونرجعوا لعادة الوعود الكاذبة؟ وهنا كنكونوا سالينا الموضوع ديال اليوم. كنظن انكم استفدتوا بزاف، وحتى انا استمتعت بزاف بهذا النقاش معكم. يلا دابا الدور ديالكم، ما تنساوش تشاركوني ارائكم في خانه التعليقات تحت، وقولوا لي واش عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم الكثيره، وشاركوا الفيديو مع صحابكم في كل بلاصه باش تكبر العائله ديالنا اكثر واكثر. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وموضوع اقوى. تهلاو ليا في راسكم، والى اللقاء. باي باي.